صباح الخير. اكتر جمله او بلاش جمله، اكتر سلوجان ممكن حضرتك تسمعه لما يكون في طرفين بيحاولوا ان هم يعملوا ديل، يقول لك عايزين نوصل لوين وين سيتويشن، علاقه مكسب ومكسب، انا كسبان وانت كسبان، الطرفين طالعين مبسوطين من الديل، مبسوطين وكسبانين. للاسف معظم الحالات ده عكس اللي بيتعمل تماما. لا الاثنين فاهمين ولا يعنوا ولا مهتمين ان هم يوصلوا للعلاقه دي. كل طرف عاوز يطلع باكبر مكسب من الطرف الثاني، لسبب لان سهل جدا ومش شطاره على فكره، تمام، ان انا في طرف عمال يضغط عشان يطلع باحسن مكسب والتاني الطرف الثاني يطلع خسران. مش محتاجه واحد شاطر قوي في التفاوض يعني، انما الشطاره الحقيقيه ان فعلا الطرفين يطلعوا كسبانين، لان هي محتاجه تشغيل دماغ، محتاجه ان احنا ندور على بدايل. عندنا موقف صعب، عندي مثلا البادجت، الميزانيه بتاعت المشروع قليله او بتاعت البند ده قليله، فانا بحاول مع المقاول او مع السب كونتراكتور او مع السبلاير ان انا اوصل لبدايل ازاي ان انا اخد منه اللي انا عاوزه، بس في نفس الوقت انا حريص ان هو يكسب علشان احنا العلاقه ما بيننا ممتده. انا مش عاوز اوصل لعلاقه وين لوز سيتويشن واحنا شغالين مع بعض، العلاقه دي بعد وقت بتتحول للوز لوز سيتويشن. انا كنت كسبان في البدايه ومبسوط قوي ورايح للاداره بتاعتي بقول لهم انا عملت فايت وجبت لكم احسن ديل من السبلاير علشان الانترست بتاعت الشركه وعشان مصلحه الشركه، وانت للاسف مش بتدور كده، او انت متخيل ان دي مصلحه الشركه، انما انت على المدى البعيد انت هتعاني فيما بعد. الشخص اللي بيبدا مشروع او بيبدا دي وهو خسران نفسيا بيبقى دايما كل تفكيره مش ان هو يخلص الشغلانه ويمشي، لا ده هو كل تفكيره ان انا ازاي اعوض الظلم اللي وقع اللي عليا دوت، وان انا اشيله وان انا اعوض خسارتي. كل طلب بعد كده، انا بتكلم مثلا هدي اكزامبل مثلا في شغل المشروعات، ماشي، انا اتعاقدت مع سب كونتراكتور، مع مقاول باطل، وهو خسران من بدايه المشروع وانا ضغطت عليه وجبت احسن سعر، مش مديله نفس ان هو يربح. انا ما كنتش مهتم ان هو يربح في اثناء الشغل، تمام، هو هيدور ان هو يعمل فاريشن اوردر ويعمل اوامر تغيير ويقلل في الكواليتي، بيدور على كل الوسائل وحاطط كل همه ان هو يعوض الخساره اللي هو خسرها من بدايه الديل. فالموضوع تحول الى خساره وخساره، لوز لوز سيتويشن. يا جماعه وين وين سيتويشن محتاجه ناس بتفكر، محتاجه ناس عندها قدرة على إيجاد البدائل، على اختراع البدائل، إن إحنا نشوف إزاي إحنا الاتنين ننفع بعض، وأنا حريص إن أنت تكسب علشان ده مكسب ليا أنا شخصيا. أما تكون مرتاح نفسيا وعندك هامش من الربح بتقدر تتحرك فيه، طول ما إحنا ماشيين إحنا الاتنين كسبانين. الموضوع محتاج ناس بتفكر في بدائل، إن هي الديل ده أصل هو عامل زي إيه؟ هو عامل زي حتة تورتة كده محدودة بمساحة محددة، تمام، كل واحد تاخد نص التورته وانا اخد نص التورته او تلات ارباعها وانت تاخد ربعها، او العلاقه بقى الخسرانيه خسره خالص ان انا باخد التورته كلها وانت ما تاخدش حاجه. في يا جماعه ناس بتبقى مضطره ان هي تقبل باي ديل حتى لو بخساره، عشان هو عاوز يشتغل، عايز يتنمو ويبقى متواجد في السوق، عشان لو خرج من السوق ده هتبقى خساره ليه، تمام. فالموضوع محتاج واحد عنده فكر بيدور على بدائل، ان التورته بدل ما تكون محدوده كده ان احنا نكبرها مع بعض شويه. هتقول لي ازاي يعني نكبرها مع بعض؟ ما هو ده الفن، هو ده ان احنا نوصل لبدائل. ان مثلا لو انت بتفايت قوي على السعر، ابتدي افتح ديالوج بينك وحوار بينك وبين السبلاير بتاعك او السيرفيس بروفايدر مزود الخدمه بتاعك، ازاي نقلل السعر بس برضو انت تكسب وانا اكسب. اديني مثلا ادي اكزامبل، انت بتتكلم مع مقاول تقول له طب بص ماشي السعر، انا عارف ان السعر ده قليل، تعالى نشتغل انا وانت ازاي نقلل السعر، بدل ما تديني مثلا حاجه بالكواليتي دي قللها شويه وارفع لي في دي. بنبتدي ندور على بدائل، بدل مثلا في معده معينه هتجيبها لي في الموقع ممكن تكلفك فلوس كتير، لا انا عندي في الموقع المعده ديت وهخليها لك يومين ثلاثه تعمل لك التاسكايه دي، بحيث ان هي تشيل لك وتقلل لك من مصاريف التشغيل بتاعتك او الاوبريشن كوست بتاعتك علشان تقدر تتحرك. لا بدل ما تجيب مثلا الشخص الفلاني، لا انا عندي في الموقع شخص ممكن يعمل لك الشغلانه ديت، احمله عندي على المشروع، عندي انا عندي مساحه ان انا اتحمل
البادجت بتاعت الراجل دوت، بحيث ان انت ما تتكلفش. احنا بنفكر احنا الاتنين مع بعض، علشان انا حريص ان انت تكسب وانت تكسب وانا اكسب. فيا جماعه علاقه وين وين سيتويشن محتاجه شغل، مش هي كلمه بتتقال وخلاص وبنعمل عكسها. محتاج ان انت تفكر. هو ده التفاوض الفعال، هو دوت الراجل الشاطر في التفاوض، ان احنا نطلع كسبانين، مش نطلع انا كسبان وطرف خسران، وفي الاخر الكل هيبقى خسران في الاخر. وصباحكم جميل يا جماعه. فكروا شويه ازاي اما تيجي توصل لديل، اوصل لديل معقول، بحيث ان الطرف الثاني يكون عنده نفس ان هو يكسب، ونفس في اثناء المشروع ان هو لما تيجي تطلب ان هو يسبورت ويديك دعم ليك ويعمل لك بعض التغييرات، ما يعملكش مشاكل فيما بعد. صباحكم جميل والسلام عليكم.